ازاي تعمل الإفكت اللي انت شايفه ده بالأفتر إفكت؟ الإفكت التاني هو ازاي نعمل ترانزيشن بالمشهد ده والمشهد ده بدل القطة دي، أو تعمل ترانزيشن عادي. هنحاول نعمل ترانزيشن كده صغير بين المشهد ده والمشهد ده. هنزل المشهد ده يكون كده ما بين الشخصية دي وبين الفيديو بتاعنا. بعد كده هدي بوزيشن عادي، هدوس على حرف البي بوزيشن، وبعدين ادي كي فريم كده واجيبه يمين شوية مثلا كده. نرجع تاني ونطلعه فوق كده. نديله ايزي ايز ونلعب شوية في الجراف سبيد. مثلا انا عايزه يبقى يكون سريع في الاول ونازل ببطء كده، فكده معنى الجراف ده اللي هو كده بيكون سريع في الاول ونازل كده ايه ببطء. بالظبط كده. هتدوس هنا كليك يمين وبعدين نيو من الاوبجكت، وبعدين تدوس عليهم كده او تسلكت عليهم الاتنين، وبيرنت اند لينك دي تشد كده من الخيط ده او الشيء ده، وبعدين توديه على النال اوبجكت. هندوس على برضو على بوزيشن، وندوس على كي فريم ونيجي هنا الاخر برضو وننزله من هنا عادي، او نشد كده نسحب من النال اوبجكت دي. تمام. نديله برضو ايزي ايز. طبعا انت هنا بتشوف عينك مستريحه لايه اكتر، وبالتالي بتظبط الجراف سبيد، بتظبط التايمنج والكلام ده كله. فاحنا هنشوف اول حاجه معانا. تمام. انا شايف مثلا ان كده مناسب، فانا هعلم على ده. ممكن اسرعه برضو شويه عادي. باقي الشرح على اليوتيوب، هتلاقي اللينك في البايو، أو اكتب كومنت بلينك وأنا هبعت لك لينك الفيديو.